هلا يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. الفيديو اليوم مالتنا مختلف، وقبل كل شي وما نحكي على الفيديو شوفوا لي الجو شلون مغيم. رجعنا شتاء رجوع، طبعا صار يومين من 3 مطر وهوا كلش بارد. الفيديو اليوم مالتنا هو روتين وتنظيفات، خليكم ويا الفيديو. لا تنسون اللايك والشير، واذا كنتي جديدة اشتركي بالقناة وفعلي الجرس على خاصية الكل حتى يوصلش كل جديد. تابعوا الفيديو للأخير حبيباتي. وهنا أنا بديت وياكم بتنظيف غرفتي، راح أسوي لها تنظيفات بسيطة وتعزيل للكناتير لين كلش هوشة صاير. وهنا أنا بديت أول شي أنفض بالغراض من التراب أو الغبرة، ومثل ما شفتوا بالبداية شلت الفرشة والملحف حتى أغسلهن. طبعا وياي هم أنظف الحائط، يعني الحواف مالته هاي خاف عليه تراب. وهنا أنا راح أبدي بالكنتور. طبعا بعد تراب والشعر، وصار لي فترة ما منظفته تقريبا 2-3 شهور. هسه نظفته وصفطته كلها، بقى الملابس مال رودي انا هم صفطت. هسه نجي على الخانة الثانية. زي ما تشوفون التراب، وهذا الشكل النهائي لهاي الخانة. صارت عندي نظيفة وحلوة ومرتبة. طبعا الإنسان من ينظف يصير عنده راحة نفسية. وهنا نزلت البردة خليتها بالغسالة ورجعت أكمل الكنتور. هاي ما عندي شي بيها، بس هيجي أنفض الملابس وأمسح الجواه لأن هي تعاليق. وبديت أصفي بالمرايات والجام. وهاي عندي آخر خانة اللي هي هسه راح أصفطها وياكم. هذا شكلها النهائي. وهنا أنا كملت. طبعا مسحت وكنست، بس ما قدرت أصور أصلا، نسيت من الهوسة والجهال، وصارت حيل هوسة يعني. وعلقت البردة، وهاي الشكل النهائي للغرفة. وهسه هنا طلعت للسطح، شريت الملابس وبس باعوا لي راح يصير. راح تقوم تمطر. غيمت فرد نوم وما لم الملابس، صار لي ساعة شربين. هذني عصافير الجميلات، أطب واطلع للسطح لازم أطمن عليهن. طبعا من مطرة طببتني الملابس للصالة فوق، يعني طببت المنشر والملابس البقية شريتها على الشبابيك لأن الدنيا انقلبت قلب. وهذا كان فطورنا بسيط. طبعا أبو مرودي جاب لنا كباب شوي، وهاي ما سوينا اليوم احنا فطور. وبوتيتس قليت، وطماطة هي ويا اجا، وبصل. وهنا نعمتي سوت شوربة الماش ومرقة كبة وتمن ونعمة والحمد لله. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة، أحبكم كلش هواية. باي باي.